صلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحب صابر من قناه زي السفود. طبعا هنعمل كده نوتيلا اقتصاديه وسريعه في دقيقتين اتنين هتكوني مخلصاها. عندي كوبايه من الزيت، عندي كوبايه من الحليب، عندي كوبايه من السكر. يفضل يكون سكر بودر عادي خلاص. بس انا ما عنديش فمش مشكله، هستخدمه وهدوبه كويس. وعندي كمان نص كوبايه من الكاكاو الخام الممر. خلاص بتقول له العطار عايزه كاكاو خام ممر او من الهايبر. وعندي كمان 3 معالق كبار من اللبن البودر. يبقى عندي 6 معالق من الكاكاو و3 معالق نصهم لبن بودر. خلاص. وده كده نقول يعني بدل ما نعمل حليب محلى مكثف والكلام ده كله. اول حاجه هجيب عندي في الخلاط او في اي حاجه هستخدمها، وهنزل عندي بكوبايه من الزيت. هبدا بالزيت وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه بالزيت بقى، او بالهاند بلندر، او زي ما قلت لك شفشق الخلاط اللي يعجبك. وهبدا ان انا اضرب الزيت ده لوحده بالهاند بلندر. بصوا الزيت عمل ايه معايا، بصوا اتغير ازاي. تمام. الحركه دي هتخلي الزيت يربط معايا بسرعه، فاهميني؟ هيخليه يربط يعني مع المكونات بتاعتي بسرعه. تمام. بس مش عايزه اوسخ الدنيا، انتوا عارفيني يعني. المهم هبدا بقى دلوقتي ان انا احط ايه بعد الزيت. هحط بقى عندي دلوقتي السكر، وهبدا ان انا امزجه كويس جدا مع الزيت. يبقى حطينا زيت وهنحط سكر واقلبه كويس قوي معاه لان ده سكر خشن. تمام كده. وهبدا بقى دلوقتي انزل بالحليب بتاعي، همزجه برضو. وبعد كده هنزل بالكاكاو وعندي اللبن البودر. تمام كده. ونشوف بقى الخطوه النهائيه. حبيت برضو اوريكم القوام تقيل قد ايه، بس ما كنتش بصراحه حابه ان انا اشغله قدامكم عشان الصوت، بس بعمله على انه شايفين تقيل قد ايه. بصوا كده خلصت خلاص ما شاء الله. وتقدري بقى تحطي كيسين ظرفين كده بندق، نسكافيه بالبندق، او تقدري كمان تشيل القشره بتاعه البندق لو عندك بندق يعني. تشيل القشره بتاعه البندق وتقومي عاملاه مدياله كده يعني دقيقتين 3 في الفرن علشان خاطر يطلع الرطوبه اللي فيه، وتطحنيه كويس جدا مع الزيت من الاول خالص. بصوا يا جماعه القوام، انا مبهوره من القوام. تعالوا بقى نصبه كده مع بصوا التقل بتاعه. تعالوا بقى نصبه مع بعض قبل بقى ما اصبه في برطمانات او في اي حاجه. والله يا جماعه وما بحلفش في فيديوهات ولا حاجه، ده القوام لوحده. بصوا القوام عامل ازاي. لسه ما دخلتهاش قصدي يعني التلاجة ولا عملت فيها اي خطوه تانية. حركه الزيت في الاول دي بتفرق. الله اكبر. بصوا الريحه ولا الطعم. طبعا انا دقته، انتوا عارفين يعني لازم ادوق عشان اقول لكم الوصفه ناجحه ولا لا. بصراحه روعه. والكميه ما شاء الله. تعالوا نفضيها بقى. بصوا الكميه ما شاء الله. تعالوا نفضيها في برطمانات بقى ونشوف هتعمل معانا كام برطمان. حبيت برضه اوريكم كده برطمان وانا بصب. وكويس ان انا استخدمت اللي هو بتاع الهاند بلندر ده، الشفشه ده، عشان بينزل كده من البوق. بصوا القوام. بصوا اللهم بارك يا رب. بصوا الطول. بصوا يا جماعه والله يا جماعه لسه متحط في التلاجة حتى. روعه روعه. خطير ما شاء الله. خطير بمعنى الكلمه. اقتصادي يعني. بالنسبه معلش انت هتكلفي بكام لبن بودر اللي هو الكيس الصغير ده مثلا، يعني ارخص من الحليب المكثف او المحلى. وكاننا عملنا اصلا حليب مكثف محلى. وعندك كوبايه لبن يعني ربع كيلو. عندك مثلا ب5 جنيه كاكاو. يعني الموضوع كله. الزيت عندك في البيت، مش عارفه السكر. الموضوع يعني في غايه الجمال. اصب بقى برطماناتي ونشوف هنعمل ايه. اتمنى انتوا تجربوا الطريقه سهله وبسيطه. بصوا القوام لسه ما دخلتش التلاجة. بصوا قمر. روعه روعه روعه. طريقه بسيطه يا جماعه. مستخدمناش حليب محلى مكثف. بجد اتمنى انتوا تجربوا الطريقه سهله وبسيطه. عملوا لي الكميه دي ما شاء الله حلوه طبعا. وتقدري تحتفظي بيها طبعا. لو ولادك مش هيخلصوها ممكن تحطي برطمان تحت ما شاء الله يعني، وتحطي برطمان في الفريزر. تعملي منه بقى كل الحاجات الحلويات اللي انت عايزاها. بصي قمر قمر. اتمنى ان تجربوا طريقه سهله وبسيطه. عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحب صابر من قناه زي السفود. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.